بيبدأ فيلمنا في الهند مع سيا اللي كانت مستمتعة جدا بالمطر، ولما المطرة وقفت قالت لها وقفت ليه يا مطرة؟ وروني بيشوفها وبيستغرب انها بتكلم المطر وبيقعد يضحك عليها، ولما لفت وشها لقت روني باصص لها فقالت له خلصت بص؟ فقال لها روني لا انا كنت مستنيك تخلصي علشان اكلم المطر انا كمان، وبيقعد يضحك ويتريق عليها وبيقول لها انت بنونة. فبتقول له طيب يلا اخرج من هنا، وقبل ما كان ماشي السواق بيفرمل فبيترمي روني عليها وهي بتحضنه بالغلط، وروني بينسى نفسه وهي بتشيل ايده وبتمشي وبتروح تقعد مع امها. وبعدها روني بينزل في المحطة وبيشوف سيا في القطر، ولما هي بتاخد بالها منه بيبعت لها بوسة في الهوا، فبتلف وشها وبتضحك وبتنزل له من القطر وبتقول له انت مفكر ان انا هحبك ولا ايه؟ فقال لها هتحبيني، احنا لسه في البداية. وسيا فعلا بتبقى حبته وبتسيبه وبتمشي. وكان في واحد في المحطة اسمه راجو وشاف سيا وقرب بيها، وراجو يبقى زعيم عصابة، وروني بيقرر يرجع للقطر تاني علشان سيا، والقطر بدأ يتحرك بس سيا بتقول له ابويا شكله خرج من القطر ولسه مرجعش. فروني خرج بسرعة علشان يدور عليه، ولكن بيطلع عند ابو سيا في القطر، فبتنادي على روني بسرعة وبتقول له ابويا طلع في القطر تعال اركب بسرعة. وروني بيطلع يجري بسرعة بس بيتكعبل وبيقع على الارض، وللاسف مش بيلحق يركب، وبيتضايقوا هما الاتنين علشان مش هيشوفوا بعض تاني. وبعدها بيروح راجو لمدرسة الشاولين لتعليم الفنون القتالية، وبيقابل ابوه اللي يبقى المعلم بتاع المدرسة كلها. وبيوصل تاني يوم روني لنفس المدرسة اللي بتعلم الفنون القتالية، وبيخش المدرسة وكانوا الطلاب بيتمرنوا على اليوجا مع المعلم، وروني بيقاطعهم وبيقول للمعلم انا معايا رسالة ليك من ابويا. وبنعرف ان ابو روني والمعلم كانوا صحاب، وكان مكتوب في الرسالة انك لو بتقرا الرسالة دي فانا ميت دلوقتي. وابو روني كان بيوصي المعلم على روني لان روني مستهتر شوية ومش بيهتم غير بالقتال، وبيقول له انا بعد ما اموت هكون خايف عليه جدا، فحاول تهتم بروني وتخليه انسان. وبعد ما المعلم قرا الرسالة بيتعرف على روني وبيسأله عندك كام سنة؟ روني قال له 23. فالمعلم قال له انا عندي 68. فروني بيتريق عليه، فالمعلم قال له شكلك بتاع مشاكل. فروني قال له اللي بيجي على سكتي بكسر عظمه. فالمعلم راح ماسك روني وقلبه على الارض وبيحرجه قدام الطلاب، بس روني بيقوم وبيقول له انا مش بمد ايدي على العواجيز. فالمعلم قال له طب حاول كده، وروني لسه هيقول له بلاش تجربني، راح المعلم ماسكه تاني من ايده وقلبه على الارض وبيقول له يلا روح على اوضتك وتنام بعد ما انا انام وتصحى بعد ما انا اصحى. وبيروح روني الاوضه وبيقابل رامن وبيفرجوا على الاوضه والمكان وبيعرفوا على عيل صغير اسمه سيبهو. وروني بيلاقي ان الاوضه فاضيه وما فيهاش اي نوع من انواع الراحه، والسرير عباره عن قماشه هتتفرد على الارض وما كانش فيه تكييف ولا تلاجة. وروني بيسأل رامن وبيقول له هو مفيش اكل؟ فرامن قال له ما انت اللي هتعمل الاكل للطلبه لان كل الطلبه في سباق قوارب، وبنشوف سباق القوارب وكان راجو مشارك فيه، وسيا كانت من ضمن الحضور وبتشجع. وراجو لما شافها موجوده بيتشجع وبيتحمس جدا وبيركز في السباق علشان يلفت نظرها، وفعلا بيفوز راجو بالسباق. ومرضاش راجو يروح يستلم الكاس وكان بيدور على سيا، بس سيا بتبقى مشيت ونزلت المدينه، وساعتها روني كان شايل اكل الطلبه اللي هيعمله وبيعدي من جنبها بس مش بيشوفوا بعض، والدنيا بتبدأ تمطر وسيا بتتبسط جدا. وساعتها بيشوفها روني وبيعرف لها وبتقول له انت تاني، انت عارف ان انا كنت متضايقه جدا علشان خليتك تنزل والقطر سابك ومشي. فروني قال لها انا كنت قاصد اسيب القطر على فكره، علشان ايه فايده ركوب قطر وما فيهوش ولا بنت حلوه؟ وسيا بتضحك وبتسيبه وبتمشي، وهو بيروح وراها وبيقول لها انت ما وراكيش حاجه غير انك تتبلي من المطر؟ وهي قالت له وانت ما وراكش حاجه غير انك تمشي ورايا؟ فروني قال لها الدنيا دايما بتمطر لما بنتقابل، شكل مقدر لينا اننا نشوف بعض. وبعدها بيشاور لها على المناره دي وبيقول لها تعالي نروح لهناك، ولكن الدنيا بتوقف مطر، وبيقول لها لو مقدر لينا اننا نشوف بعض تاني فهنشوف بعض لما الدنيا تمطر. وسيا بتسيبه وبتمشي، وبعدها بيخش روني المدرسه وبيشوف راجو وبيتدرب مع الطلاب، وبيتفاجئ روني من قوه راجو ومهاراته في القتال. وراجو بيقعد يفكر في سيا، وفي طالب بالغلط عور راجو في صدره، فراجو بيتعصب وبيضربه بكل افتراء، وقبل ما كان هيخلص عليه بيتدخل المعلم وبيقول كله يروح ينام، بس روني مش بينام وبيروح يسهر ويسكر مع رامن، وللصدفة أبو سيا بيقعد معاهم وبيسكر. وتاني يوم الصبح المعلم بيخلي المساعد بتاعه يصحي روني بدري علشان روني يعمل لهم الأكل ويمسح المكان ويقعد يرن الجرس. وفضل روني على الوتيرة دي لفترة طويلة لحد ما روني اتخنق وتعب، وفي يوم الدنيا بتمطر وسيا وروني بيفرحوا جدا، وسيا كانت خارجة من البيت بس فجأة بتلاقي راجو في وشها، وراجو بيبقى جه علشان يقابل أبو سيا وبيقول له أنا عاوز أطلب إيد بنتك، وأبو سيا بيقول له بس كان لازم
ممكن باباك او مامتك يجوا معاك في يوم زي ده؟ وبيقول له سيا بنتي بتقدمها عرسان كتير من وهي صغيره، بس انا برفض علشان عاوزها تركز في التمثيل. فراجو بيطلع له شنطه مليانه فلوس، وابوها لما شاف الفلوس بينبهر وبيقوم وبيقول لراجو يلا حضر دعاوي فرح، اعتبر نفسك اتجوزت بنتي خلاص. وراجو بيفرح جدا وبياخد بعضه وبيمشي. اما سيا فبتروح المناره اللي روني قال لها عليها، وبتبدا الدنيا تمطر وروني بيكون موجود برضه بس مش شايفين بعض. وسيا بتكلم السحابه وبتقول لها مطري برضه عند بيته علشان يعرف يجي هنا، وبيسمعها روني وبيجي لها وبيقول لها انت مجنونه على الاخر كمان بتكلمي السحاب. وبيقعدوا يهزروا ويضحكوا سوا، وبعدها بتديله خاتم وبتقول له ما تقلعوش ابدا، والاتنين بيكونوا ميتين في حب بعض. وروني بعدها بيروح يسكر وبيرجع المدرسه وهو بيتطوح، وبيشوف المعلم وبيقول له ده مش فندق علشان ترجع فيه براحتك. فروني بيقول له انا ما اخترتش اني اجي هنا، ابويا هو اللي اختار اجي هنا علشان تدربني، مع اني من ساعه ما جيت وانا مش بتدرب. انا شايف ان الكاراتيه الصيني احسن من الشاولين بتاعكوا ده. وكان سايبه وماشي، بس المعلم بيوقفه وبيقول له الشخص اللي اخترع الشاولين كان شخص هندي وسافر للصين وعلم الصينيين 80 اسلوب في الفنون القتاليه، والصينيين ساعتها ما كانوش يعرفوا حاجه عنها. وبيقرب منه وضربه في بطنه وخلاه يرجع كل اللي شربه. ولما عرف انه شارب خمره حاده قدام المرايه وقال له الغزاله بتصحى الصبح بدري علشان تطلع تجري لانها خايفه لحد يقتلها، والاسد بيصحى بدري وبيقول لو ما جريتش مش هلحق ياكل وهموت من جوع، وانت كمان لازم تجري وتشوف حياتك وتجري ورا هدفك والا هتموت من جوه ولازم تكمل تدريبك. فبيقول له تدريب ايه؟ انا من ساعه ما جيت ولا عمال اطبخ وامسح ولا كاني شغاله. فالمعلم كان هيهاجمه بس روني لقى نفسه سريع وبيصد ضرباته، وبيستغرب روني وبيفهم انه اتعلم السرعه من الحاجات اللي كان بيعملها في المكان. والمعلم بيقول له انت كنت بتتدرب من اول يوم ليك. وروني كان هيوطي يبوس رجله. ومن بعدها بيبدا روني تدريبه بكل جديه وبيقاتل كل الطلاب. وراجو بيشوفه وبيحس بالغيره لان المعلم كان مهتم بيه بزياده وبيسلم عليه بكبرياء وبيقول له برافو عليك انت ولد كويس. والمعلم بيحضن روني علشان روني كان قد المسؤوليه. وفي يوم كان روني وسيا مع بعض، وسيا شافت ابوها من بعيد وروني قال لها ده ابوكي؟ قالت له اه. فقال لها روني طب اركبي التوك توك ده وامشي. وروني عمل كده علشان ما كانش عاوز ابوها يعرف انه بيحبها. وابوها لما جه وقال له كده تمشي صاحبتك مش كنت تعرفني عليها؟ يلا بينا طيب نشرب حاجه. روني قال له انا اسف بس انا وقفت شرب. وابوها بعدها بيتصدم لما شاف الخاتم بتاع سيا في ايد روني، فبيفهم ان صاحبه روني تبقى بنته وحاول ياخد منه الخاتم بس روني بيرفض. وابوها بيتضايق وبيروح يحكي لراجو على كل حاجه. فراجو قال له انا هقتل الواد روني ده لو اضطريت. بس المعلم بيسمعه لما بيقول كده وبيقول له الحب عمره ما كان بالعافيه، ممكن تقتل بس مش هتلاقي الحب، وانا مش هسيبك تقتل حد طول ما انا عايش. وراجو بيتعصب من كلامه وبيقرر يحط السم في الاكل بتاع ابوه وبيقتله بدم بارد. وبعدها بيأمر رجالته انهم يجيبوا روني، ورجالته بيقولوا روني تعالى معانا راجو عايزك. فروني قال لهم طب استنوا اجيب حاجه حلوه لسبهو. فقاموا رجاله راجو خاطفين سبهو لانهم عارفين ان روني بيحبه. وروني بيتجنن وبيقعد يجري وراهم لحد ما بيوصل لهم وبيطلب منهم يجيبوا الواد، بس بيقعدوا يحدفوا الواد لبعض وروني كان زي الكلب الحيران. وهنا روني بيتعصب وبيخرج عن شعوره، وفي اتنين بيمسكوه بس روني بينزل فيهم ضرب بيمين وشمال، والعصابه بتجري وبيرموا سبهو من مكان عالي بس روني بيمسكه، وافراد العصابه بينزلوا له وروني بيكشر عن انيابه وبيدور فيهم الضرب كلهم ومفيش حد كان قادر عليه. وبيمسك الزعيم بتاعهم وبينزل في ضرب وكان خلاص هيموته بس سبهو بيوقفه. وبيوصل بعدها راجو وبينزل ضرب في روني، وراجو كان اقوى منه بكتير. وروني يحاول يضربه بس ما كانش عارف، وراجو بيصد كل ضرباته. وراجو كان خلاص هيموته بس روني بيفلت منه، ورجاله راجو بيجروا على روني بس روني بياخد خرطوم البنزين وبيرش عليهم وبيمسك الولاعه وبيسأل راجو ايه اللي حصل لده كله. فراجو قال له انت الغلطان علشان دخلت حياه سيا دي انا بحبها وهتجوزها. فروني قال له مستحيل، سيا بتحبني انا. فراجو قال له الستات بتحب القوه وانت ضعيف. فروني رش على نفسه بنزين وقال له انا مستعد اموت علشانها، لو انت كمان مستعد تعالى. فراجو قال له انا هخلص عليك وهقتلك حالا. فروني قال له انت مستعجل تقتلني ليه؟ حلقتنا لسه بتبدا. وبعدها بيروحوا كلهم يحضروا جنازه المعلم، وراجو كان قرر يسيب روني عايش علشان ما يبقاش بطل في عين سيا، وكان محضر خطه معينه علشان يخلص منه. وروني بيقعد جنب قبر المعلم وبيقعد يعيط وبيقول له انت اللي خلتني انسان، فانا عمري ما هنساك وهكمل تعليمي في القتال علشانك. وبعدها الشرطه بتوصل وبتقبض على روني علشان روني دمر محلات الناس لما كان بيتخانق في الشارع وخاف الناس. وطبعا اللي خلى الشرطه تقبض على روني كان راجو، لان راجو كان بيدي رشاوي لكل الضباط اللي في المدينه، وبيفهم روني ان راجو هو السبب، وابو سيا بيتفق معاه. بس بعدها روني بيخرج من السجن بكفاله، واللي دفع الكفاله كان ابو سيا. وبيروح بعدها روني يحكي كل حاجه لسيا وبيقول لها ابوك اتفق مع راجو علشان يحبسوني ويخلصوا مني ويخلوني ابعد عنك. بس سيا
بتقول له مستحيل. طب ليه ابويا دفع الكفالة وخرجك؟ فقال لها علشان لما اجي واحكي لك اللي حصل ما تصدقنيش. وفعلا سيا مش بتكون مصدقة كلام روني، وروني بيقول لها انا قررت اسافر وهكمل تعليمي في القتال بره المدينة، والقطر هيمشي الساعة 6. لو جيتي علشان تودعيني فانا افهم انك بتحبيني زي ما انا بحبك. وبيسيبها روني وبيمشي، وسيا بتروح لمامتها وبتعيط وبتحكي لها باللي قاله روني. وساعتها ابوها كان واقف وبيتصنت عليهم، وقام قاطع لبسه وخبط دماغه في الحيط ودخل عليهم وهو جايب دم، وبيقول لسيا روني هو اللي عمل فيا كده لما قلت له تعالى نصفي اللي ما بينك وما بين سيا، وقام ضاربني وشاتمني ورجع لك الخاتم ده. وسيا بتتصدم ومش بتكون مصدقه نفسها. وروني في نفس الوقت كان في محطه القطر وكان معاه سيبهو وكان مستني سيا بس ما ظهرتش، وابوها بيبقى نجح في الخطه بتاعته وكان مديها خاتم مزيف مش هو الخاتم بتاع روني. وسيا كانت برضه مقرره ما تتجوزش راجو وقررت تخش مجال التمثيل. وبيوصل راجل مكان التصوير وبيقابل ابو سيا وبيضربه بالقلم علشان ابو سيا لسه ما اقنعهاش تتجوزه. وساعتها بتظهر سيا وراجو بيخطفها وبياخدها لتايلاند. والمنتج بتاع الفيلم وابو سيا راحوا بعدها لاسم الشرطه، بس الضابط قال لهم مين اللي خطفها؟ راجو زعيم المافيا؟ لا انتوا تروحوا تعملوا بلاغ لوزير الداخليه مش لي انا. فبيروحوا هما الاتنين لعضو مجلس الشعب، بس عضو المجلس قال لهم لا انا مش قد راجو يا ابني انت وهو. وراجو ساعتها فضل حابسها في بيت عليه حراسه شديده وما كانتش بتخرج منه. وبعدها ابو سيا والمنتج راحوا لمسؤول كبير في الهند وطالبوا منه المساعده، بس المسؤول لما عرف ان راجو خطف سيا وراح بيها لتايلاند قال لهم احنا مش هنقدر نتدخل ونعمل حاجه في تايلاند، احنا هنحاول نعمل اللي نقدر عليه بس الموضوع هياخد وقت. والمنتج بيخرج وهو متضايق جدا لان تصوير الفيلم متعطل بسبب سيا، وكده المخرج بيخسر فلوس كتيره وبيفقد الامل ان ممكن حاجه تحصل. بس ابو سيا بيقول له مفيش غير شخص واحد ممكن يساعدنا والشخص ده يبقى روني. وروني بيبقى مستواه في الفنون القتاليه اتحسن جدا، وساعتها بتجيله مكالمه من المستشفى اللي بيتعالج فيها سيبهو، وسيبهو كان محتاج عمليه علشان يرجع يتكلم تاني. والدكتور بيقول له احنا نقدر نعمل له عمليه وهتنجح بس لازم تحضر تمن العمليه علشان الدكاتره تبدا فيها. وروني بيقعد يفكر هيجيب الفلوس منين. وبعدها بيوصلوا المنتج وابو سيا لمكان روني، والمنتج بيروح يكلم روني وابو سيا كان مستخبي. والمنتج بيقول له انا اسمي جودي منتج الافلام. وبيقعد جودي يحكي لروني عن مشكلته في الفيلم اللي بيصوره، وروني كان قاعد ومش مديله اهتمام وبيفكر في سيبهو اللي محتاج عمليه. وجودي بيقول له بطلة فيلمي الاخير اتخطفت، لو قدرت ترجعها لي هديك الفلوس اللي انت عايزها. وساعتها روني بيبص له وبيتصدم لما جودي بيوري له صوره سيا وبيسيبه وبيمشي وبيقول له انا ماليش دعوه. وابو سيا بيقول لجودي ما تقلقش روني لسه بيحبها واكيد هيعوز ينقذها والا ما كانش قلق كده. وروني ساعتها بيبدا يفتكر ذكرياته مع سيا، وجودي بيجي له بيقول له ها غيرت رايك ولا ايه؟ فروني قال له انا هنقذها ولكن بس علشان انا محتاج الفلوس. وبيروح روني بعدها يجمع معلومات عن حراس راجو، وبيسافر روني بعدها وبيروح لتايلاند. بينما راجو بيخش على سيا الأوضة ولقاها متعصبة وعمالة تكسر في كل حاجة، وراجو كان بيحاول يهديها وبيقول لها ما تخافيش مني انت هتبداي حياه جديده معايا لما نتجوز. فسيا قالت له نتجوز؟ ده في احلامك، ده انا هقتلك لو جات لي الفرصه. فراجو بيقول لها انت هنا في مدينتي وما تفتكريش ان في حد هيجي وهينقذك. وراجو ما كانش يعرف ان روني لسه واصل تايلاند، وبيوصل لحلبة قتال شوارع وبيتحدى افضل مقاتل في المكان وبيبدا القتال، وكله كان مراهن وحاطين فلوس ان روني هيخسر، بس روني بيخلص على الخصم بحركه واحده وكله بيتصدم. وروني كان هدفه يوصل لشخص اسمه جيم، وجيم ده يبقى صاحب حلبة القتال ويبقى حارس من حراس راجو. وبسبب ان روني هو اللي كسب جيم خسر فلوس مراهنات كتيرة جدا، وفعلا خطة روني بتنجح. وجيم بيروح لروني البيت اللي قاعد فيه وكان معاه رجالة كتيرة، وروني بيقعد يجري منهم في الشارع وبعدها بيبدأ يقاتلهم وبيخلص عليهم واحد ورا التاني بكل مهارة. وبعدها جيم بيرفع عليه المسدس بس روني بيخطفه منه وبيرفعه عليه وبيقول له فين بيجو، وجيم بيخاف منه فبيعرفه مكانه. وبيجو يبقى واحد من رجالة راجو وبيقف له بيته وبيضربه وبيرفع السلاح على مراته وبيحذره وبيقول له قول لي على مكان سيا والا هتودع مراتك. وبيجو بيقول له بلاش انت مش قد راجو ومحدش بيقدر يوصل لراجو الا لو راجو عاوز كده. وروني بيضغط عليه فبيجو بيقول له على المكان اللي محبوس فيها سيا، بس بيقول له العماره دي عليها حراسه ورجاله امن مسلحين، ولو عديت منهم ففي كل دور في رجاله مسلحه ومقاتلين محترفين ومتدربين على اعلى مستوى وابطال عالم في الكاراتيه وفي الكونج فو، ولو عديت من كل دول هتقابل يونج، ويونج ده مش بني ادم، ده آلة قتل
اللي صينية، وفي آخر دور هتكون سيا موجودة أفوارة هندية على أعلى مستوى. ده لو رئيس أمريكا مش هيبقى بالحراسة دي. وفي نفس الوقت راجو بيخش على سيا الأوضة وكان بيصحيها وبيلبسها سلسلة، بس هي لما فاقت ولقيته قريب منها قامت ضرباه، فحراس راجو بيتدخلوا وضربوا سيا على دماغها وأفقدوها الوعي. وراجو بيتصل ببيجو وبيقول له سيا راحت المستشفى. فروني بيقول لبيجو فين المستشفى دي، بس بيجو بيقول له مش هينفع أقول لك. فراح روني قتل مرات بيجو، وبرضه عرف مكان المستشفى من جيم لأنه خطفه وحطه في شنطة العربية. وبيتنكر روني وبيعمل نفسه دكتور، وسيا بتتفاجئ لما بتشوفه، وروني كان واخدها وماشي. ولكن ساعتها جيم اللي محبوس في شنطة العربية اتصل بأخوه يونج وبيقول له في شاب هندي حبسني ودخل المستشفى. فيونج بيقول له مين الواد الهندي ده اللي عمل كده، وساعتها بيسمعوا راجو وبيعرف انه روني، فبيجري هو ورجالته علشان يلحقوهم، وفعلا بيلحقوهم وبيرفع عليه المسدس. ولكن روني بيرفع المشرط على سيا وبيقول له راجو لو اتحركت انت او الخرفان اللي معاك هقتلها، وبيخليهم ينزلوا اسلحتهم وبيهرب روني من المكان وبيركبوا تاكسي بسرعه وبيمشوا. وبعدها روني بياخد سيا وبيركبوا مركب وكانوا رايحين لجزيره، وطول السكه ما كانوش باصين لبعض وبيفتكروا ايام زمان، وبيوصلوا بعدها الجزيره وكان المفروض اهل سيا هيجوا ياخدوها من هناك. وروني بيقول لها انا اسف اني وريتك وشي مره تانية، فهي قالت له انا ما طلبتش منك تيجي. فروني قال لها انا ما جيتش علشانك، انا جيت انقذك علشان مقابل مادي. وسيا بتتضايق من الكلمتين دول وبتقول له انا ما بقتش عايزاك، وعلى فكره كنت اقدر اهرب لوحدي. وروني كان سايبها وماشي، بس الدنيا بتمطر فبيخلع القميص وبيحطه على كتفها. وساعتها سيا بتتفاجئ لما بتشوف الخاتم لسه في ايد روني، وبتبدا تحكي له كل اللي حصل، وهو كمان بيحكي لها بكل حاجه. ولما بيعرفوا الحقيقه بيرجعوا يحبوا بعض من تاني وبيقعدوا يرقصوا ويغنوا. ولكن بيوصل راجو ورجالته وبيضربوه على دماغه وبياخدوا منه سيا وبينزلوا فيه ضرب، وبينزل يونج من العربيه علشان ينتقم لاخوه. وكمان بيوصل بيجو اللي روني قتل مراته، وراجو بيقول لروني انت كتبت شهاده وفاتك بايدك، وبيأمر بيجو ويونج يخشوا يكسروا عظمه، والاتنين بينزلوا فيه تلطيش. وبيجو بعدها بيطلع مسدسه وبيقتل روني وبينتقم لمراته. وبتنهار سيا وبتشوف شريط ذكرياتهم قدام عينيها، وجثه روني بتقع في الميه. وراجو بياخد سيا وبيمشوا، وراجو بيقول لها انا عاوز ابدا معاكي حياه جديده واتجوزك، ولو ما وافقتيش هخليك تحصلي حبيب القلب. ولكن ساعتها الدنيا بتمطر وسيا بتحس ان روني لسه عايش، وفعلا روني مش بيكون مات، وبيهجم على الحراس اللي في المدخل وبيخلص عليهم، وبيخش للدور اللي بعديه وبيكسر عظم الرجاله اللي بتقف قصاده، وبيخش على رجاله الكاراتيه والكونج فو ومش بيسيب حد فيهم عايش. وبيكمل روني زي الاسد وبيخلص على كل اللي بيجي على السكه. وراجو بيشوفه في الكاميرات ومش بيكون مصدق عينه، وبيفهم راجو ان بيجو ما قتلش روني وسابه عايش. فبيجو قال له انا ما رضيتش اقتله علشان روني على حق، وكان قدامه يقتل مراتي بس ما قتلهاش. فراجو بيضحك وبيقتل بيجو. وبعد ما روني خلص على رجاله راجو مش بيبقى فاضل غير آلة القتل يونج، وبيخشوا هما الاتنين في قتال شرس. ويونج كان مقاتل قوي فعلا وقدر يسدد لروني ضربات قويه، وبيمسكه بيقول له فرق كبير ما بين القتال الصيني والقتال الهندي بتاعكوا التعبان، ونزل في وشه وفي بطنه ضرب. بس روني بيستجمع قوته وبيوريله اسلوب القتال الهندي اللي اتعلمه من المعلم، وبيكسر عظمه وبيقول له معلش المنتج الصيني مش بيعيش كتير. وبعدها خلص عليه وقتله. وسيا بتبقى هربت وبتحضن روني وبتقول له يلا بينا نمشي، بس روني بيقول لها ما ينفعش، واحد فينا هيخرج عايش من هنا، يا انا يا هو. وبيروحوا هما الاتنين لراجو، وراجو بيقول له مفيش حد بيبقى بطل بعد ما اتدرب 4 شهور بس. فروني قال له في فرق كبير ما بين الحمار والحصان. فقام راجو رافس روني، وسيا كانت بتهاجمه بس رفصها هي كمان، وبتبدا مواجهه عنيفه ما بين روني وراجو. وكان راجو متفوق على روني في القتال، وروني كانت فرصته ضعيفه قدامه. وراجو بيقول له ايه تعبت بدري ده انا قتلت ابويا علشان اتجوز سيا، فهتيجي انت وتعطلني. وروني لما عرف ان راجو قتل المعلم بيغضب جدا وبيقول له المعلم بتاعي لسه عايش، والتعليم اللي اتعلمته منه بيجري في عروقي. انت من دمه بس قوته ومهارته في دمي انا. وبيبدا روني يعمل حركات المعلم كانه لسه عايش بالظبط، وبيهجم على راجو وبيكسر له عظم رقبته، وبعدها بيكسر له القفص الصدري والعمود الفقري، وبعدها بيخلص عليه نهائيا وبيكسر له الجمجمه. وبعدها بيرجعوا هما الاتنين لمدرسه المعلم، وروني بيعمل للمعلم تمثال وبيقرر يتولى تدريب الطلاب من بعده. وهنا نكون وصلنا لنهايه الجزء الاول، واستنونا في ملخص الجزء الثاني. واللي وصل لاخر الحلقه عاوزك تحط ايموجي الدراع في الكومنتات علشان اعرف مين اللي عجبته الحلقه، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناه، وباي باي.